كلنا عارفين ان رمز الصوديوم ان ايه، الاول كابيتال والتاني سمول. وكلنا عارفين ان 11 ده هو العدد الذري، او اللي هو عدد البروتونات، واللي هو عدد الالكترونات. وركز في دي قوي، دي اسمها ذرة صوديوم. وطالما ذرة صوديوم يبقى الشحنة الموجبة هتساوي الشحنة السالبة، يبقى الذرة بتاعتنا متعادلة. ركز قوي في دي. طيب ال 23 ده العدد الكتلي اللي هو ايه؟ تمام؟ طيب الصوديوم ده توزيعتها ازاي؟ هنوزع اتنين، ما هو توزيع الكتروني، يبقى هنوزع على 11 اللي هو الكترونات 2 8 1 اللي هو كي ال ام. طيب اللي اخرها واحد دي ايه؟ فلز. هتعمل ايه؟ هتضحي بالواحد، هتفقد الواحد. طيب هتفقد الواحد، ساعتها بقى هتفقد الواحد ده، ساعتها بقى مش هيبقى اسمها ذرة صوديوم. طيب هي الواحد ده هتفقده منين؟ هتفقده من الالكترونات، هتفقده من السالب. يبقى اذا السالب هيقل. طب مين اللي هيبقى ازيد عدده؟ البروتونات. فهيكون البروتونات ازيد بواحد، موجب واحد. لا يا مستر معلش عيدها لي تاني، عشان كده انا مش قادر استوعب. هقول لك صلى على الرسول. الصوديوم داخل، بص كده لايدي، الصوديوم داخل بروتوناته قد الكتروناته، عشان كده ذره متعادله، يبقى الموجب قد السالب. طيب هنعتبر الايد اللي فيها القلم ده هي الموجب. ماشي يا صديقي؟ خلاص. طيب انا لما فقدت في مين؟ فقدت في السالب، فقدت الكترونات. فمين اللي قل؟ السالب. قل مقدار كام؟ انا فقدت واحد في الصوديوم. يبقى مين اللي زايد؟ الموجب زاد مقدار واحد، فبقى كاتيون موجب واحد. يبقى الذرة الموجب قد السالب، الذرة متعادلة. لما فقدت في السالب، فقدت واحد، صح؟ يبقى إذا على طول مباشر كده لقينا الموجب أزيد بواحد. يبقى كده عند فقد الصوديوم إلكترون سالب هيتحول إلى أيون موجب لزيادة عدد البروتونات الموجبة عن الإلكترونات السالبة مقدار واحد. هما داخلين 11 بروتون و11 إلكترون. بعد التفاعل الإلكترون قل واحد، بقى 11 بروتون و10 إلكترون، فبقى أيون موجب. تعال بص اهو. تفقد ذرة الصوديوم إلكترون مستوى طاقتها الخارجي وتتحول إلى أيون صوديوم موجب. خلاص، يحمل شحنة موجبة وبالتالي يصل لأقرب غاز خامل. خلاص، وهو النيون. يبقى من آخر كده، هو النيون كام يا مستر؟ النيون 10 إلكترونات. هو هيفقد الواحد وهيبقى 10. يبقى الصوديوم هيفقد عشان يوصل، يبقى تركيبه زي النيون 10.